flip, flop, make it gay. افواو ناقشوا افواو ذكروا افواو ما فيها باس. افواو افواو Avoa افواو 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 Avoa قولوا معنا. افواو تو الموند افواو. نفكروا. Avoa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم خليل ومرحبا بكم في بودكاست فينا نتبادلوا افكار افواود. كنتناقشوا في مواضيع مختلفه في مجالات متعدده بكل عفويه. اليوم سبيسيال حيت معايا ضيف خاص اللي هو الاب ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني ويسعدني سنة باش نكون معك خليل ومع الضيوف ديالك الكرام. مرحبا بك وتشرفت انا بالحضور ديالك في اول ابيزود اللي هيكون بعنوان ماذا لو كنت شاب في هذا العصر. هو في حد ذاته سؤال اللي كيخفي في الطيات ديالو عده مفارقات، وبشكل خصوصي في مفارقات اجتماعيه بين لي جينيراسيون. الاب ديالي باش نعطيك الكلمه ونبداو الحوار ديالنا. فاش كنهضروا على الشباب، شنو هو الشباب بالنسبه لك؟ الشباب يعتبر أزهى فترة في العمر، وكنقولوا زهرة الشباب، يعني هي الفترة اللي كيكون فيها العطاء في الأوج ديالو. والإنسان ديما كنقولوا بالدارجة المغربية خدم أصغري الكبري، بمعنى هو داكشي اللي تخدم في الشباب ديالك هو اللي غادي يعود عليك بالنفع في الكبار ديالك. كل ما تقدمتي في السن كتجبر داك الحصيله اللي قدمتي في الشباب ديالك هي اللي غادي تنفعك. كتفكرني هاد الهضره اللي قلتي في واحد المقوله ديال من شب عن شيء شاب عليه. فعلا، والامثله في هذا الموضوع جد كثيره كثيره. وكاين عاوتاني واحد الشاعر كيقول: ليت الشباب يعود يوما اشكي له ما فعل المشيب. عميقه عميقه وفيها واحد المجهود لغوي كبير، وفيها معاني، وفيها حتى واحد المنظور فلسفي عميق جدا. صحيح. سينو انت كيفاش كتشوف الشباب ديال اليوم؟ الشباب اليوم في الحقيقة جد متفتح ويساير الآليات التي بين يديه، الآليات اللي عطاتها له التكنولوجيا الجديدة، شبكات التواصل الاجتماعي من الانترنت، الشبكة العنكبوتية. كل هذا الشيء كيجعلو يكون في المصف الأولى داخل المجتمعات. وبالتالي فإن الشاب أو الشابات أو مجموع الشباب داخل واحد المجتمع هو كنقولوا القوة الضاربة ديالو، هما السواعد ديالو. يعني كل ما كانوا جديا كان التقدم والرقي غادي بواحد السرعة لا بأس بها. فهمتك. دابا انت فاش كتفكر جوستومون في الشباب ديالك، شنو كيرجع لك؟ شنو هما الذكريات؟ شنو هما الاحاسيس اللي كتفكر فاش كنهضروا على الشباب؟ ودابا انا في الحقيقه عقت بك، باغي دير بينا بواحد الرحله عبر الزمان من الحاضر الى الماضي ذهابا وايابا. عاوتاني غادي نقطعوا الورقه من الماضي الى الحاضر، مرحبا. وهكا غادي نتبادلوا الافكار والحديث. بصح عقتي بيا ومرحبا. عقت بك، معلوم رجعتي بيا للماضي، قلت هذه راه رحله عبر الزمان، وحنا غادي نمشيو، غادي نركبوا في قطار الحياه وغنديروا هذه الرحله معاك. مرحبا. ولكن غادي نقطعوا ذهابا وايابا. مرحبا. دونك نرجعوا جوستومون للسؤال. الشباب غنقطعوا دابا التيكي. فاش كنهضروا على الشباب، الشباب اليوم، شباب ديالك، الشباب ديالي انا، الشباب ديالك كون tu penses à ta propre jeunesse، شنو هما الذكريات اللي كيرجعوا لك؟ اول ذكريات كتفكر؟ ما في الحقيقه باش نكون معك صادق، انا دوزت شباب يعني في واحد الجوده عاليه. كانت واحد الفتره ايجابيه، جد ايجابيه. يعني بدات بالدراسه ديالي
وانتهت بالتخرج، انتهت بالتعيين، انتهت بالمسار مهني متفوق الحمد لله. والخلاصة ديالها أن فترة الشباب كانت فترة عطاء، كانت فترة عطاء، كانت فترة توهج، كان تفاؤل، وكان الحمد لله المنتوج إيجابي الحمد لله. سينو الا بغينا نهضروا على جوستومون الفرق اللي كيبان ليك انت ما بين هاد الفترات الشباب اللي دوزتي والشباب ديال اليوم، واش نقدروا نقولوا باللي تكون شاب اليوم هو امر اصعب من اللي كان عليه الحال شحال هادي؟ لا، أنا ما كتسطحش المشكلة ديال أصعب أو أسهل، ولكن الشيء اللي كيتبادر إلى الذهن هو أن فترة الشباب اللي قضينا حنا كانت واحد الفترة الزمن فيها يسير بشكل بطيء، وذاك البطء كيجعلك كتمتع بالفترات اللي كتقضي. أما الآن وأنا أعيش مع الشباب ألاحظ أن السرعة تدفع بالشباب إلى قضاء أغراضهم بسرعة فائقة. السؤال اللي تيجي لي لراسي دابا سويت الجواب ديالك هو علاش هاد لامبرسيون ديال ان الشباب ديال اليوم نقولوا في سباق ضد الزمن؟ هذاك السباق ضد الزمان إلا بغيتي تقول ماشي لخاطرو، لأن وجد راسو داخل واحد الإطار. ذاك الإطار هو العولمة جابت تكنولوجيا جديدة، جابت آليات، جابت مسائل عصرية، والشاب جبرها حوله، يعني في المحيط ديالو، وجبر راسو مضطر أنه يتعامل بها ومعاها. فلهذا فهو يسابق الزمان، يركض وراء الزمان. الرأي ديالك انت مع هاد وسائل التواصل الاجتماعي وهاد العولمه وهاد التكنولوجيا اللي وصلنا لها في عصرنا الحالي، واش كتظن ان الشباب كيحسنوا استعمالها؟ وهي التكنولوجيا الجديدة ديال شبكات التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعه ومشاربه هو في الحقيقة سيف ذو حدين. إذا أحسنت استعماله فسوف تحصد المزيد من التألق والنجاح، وإن أسأت استعماله فسيعيدك إلى الوراء. فهمتك. دابا بهاد المعطيات هذه واش كنتي تبغي تكون شاب في هذا العصر هذا؟ في هذا العصر هذا وأنا غادي نكون جد صريح معك. أنا فترة الشباب ديالي قضيتها، واللي كلا حقه يغمض عينيه. أنا كنعيش واحد الفترة واحدة أخرى، شيئا ما فترة أعيش ما بعد الشباب، وهي واحد الفترة كتخليك تكون جد متأمل، تتأمل في الخلق، تتأمل في الطبيعة، تتأمل في العلاقات، تتأمل في خالق هذا الكون، تتقرب إليه بالمناجات، بالدعوات، بالصلوات. وهذه هي عندها الحلاوة ديالها. الفترة هذه ما بعد الشباب هي عندها الحلاوة ديالها. أنا زعما معرفتي لك هو أنه السن هو ماشي معطى اللي كيحدد واش الإنسان شاب ولا ماشي شاب. أنا على حساب زعما أنا أوافقك الرأي في هذا. علاش؟ لأن أنا عشت واحد الفترة أشوفال، يعني بحال كتقول مخضرم. إذا بغيتي تقول القرن العشرين عشت الأواخر ديالو، والآن الحمد لله بفضل الله كنعيش الأوائل ديال القرن 21، وأعيش مع الشباب ووسط الشباب وأتفاعل مع الشباب بطول العمر إن شاء الله. شكرا. سينو بهذا لو ريكول اللي كتشوف به كما قلتي الشباب وكتشوف به الحياة من منظور آخر، واش كيبان لك باللي حاليا الشباب تنكريتيكيوهم بزاف؟ وعلاش؟
وهذا كيتسمى لو كونفلي دو جينيراسيون. هذه اشكاليه مطروحه على المستوى العالمي. والحل ديالها فين كيكمن؟ فين؟ هو في لا جيستيون دو كونفلي، تدبير الاختلاف. لان كل من موقعه ومن الزاويه اللي هو واقف فيها كيبان له العالم بشكل خاص، بالمنظور اللي كيشوف هو، كيدير اسقاط على راسو. وبالتالي لا جدوى من الصراع. كل ما هنالك الانسان يدير واحد المجهود صح ليدبر الاختلاف. صحيح، تنوافقك الراي انا. وجوستومون انت واش الا جينا نهضروا بواحد الشفافيه نقول، واش كيعجبوك الشباب ديال اليوم؟ كيفاش كيعيشوا الشباب ديال اليوم؟ واش كيعجبك هاد لو مود دو في اللي وصل له شباب المغرب اليوم؟ شباب المغرب في الحقيقه كيعيش من حقه يعيش ويعيش بالشكل اللي كيرضيه، لان الاذواق تختلف. صح. ولكن يجب استعمال العقل والعقلانه والموضوعيه والابتعاد عن الانانيه والانفعال والتسرع والاندفاع. هذه كلها صفات يجب على الشاب المغربي أن يبتعد عنها، وأن يتحلى بالأخلاق الحميدة الطيبة والتسامح والتفاعل. كلام جد موزون، تبارك الله عليك، عجبني. سينو واش كاين شي حوايج اللي انت ما كتفهمهمش في هاد الشباب ديال اليوم مثلا؟ انا اللي ما كيتفهم ليش ويمكن حتى ما يعجبنيش اييه، وهو ملي كنشوف شاب مثقف عنده مستوى تعليمي لا بأس به، ولكن كتجبرو ضرب واحد التحسينه في شعرو ينكب لا تتماشى مع لا أصله ولا فصله ولا مستواه ولا بيئته، أو لابس واحد السروال ديال الجين كيتسمى الموضة كله مقطع ذكورا وإناثا. واش هادي لا مود؟ أنا في نظري ماشي هادي لا مود. أنا كل ما كنتي أنيق ونظيف فهذاك هو الجمال والأناقة. أنا فهمتك أنت شنو بغيتي تقصد. هو أنا تنظن بأن الأناقة ما كتكونش مرتبطة بواحد النوع ديال اللباس تري ديفيني. تنظن أن هاد التضارب ديال لي جينيراسيون تيولد بزاف ديال لي زانكومبريونسيون ما بين الجيلين. دوكو واحد النوع ديال الناس سماو هادشي حريه. واش نقدروا نقولوا ايفيكتيفمون بلي هذه حريه ديال الاختيار ديال شنو بغاو يلبسوا، وان لابي نو في با دو موان، يعني ما نمشيوش بواحد النظره مسبقه ونحكموا على الانسان اترافير داك مثلا الهندام ديالو. لا، كاينه واحد القضيه اللي خصنا نكونوا حاسمين فيها. واش السروال ديال الجيل مقطع، واش لاكوب ديال الشعر اللي نقول كاع مشوهه، واش هادشي من الثقافه المغربيه الاسلاميه الاصيله؟ لا، حاشا وشكون. ثقافه داخله علينا وجايين على برا. اذا الانسان المغربي خصو يتشبت بالتمغربيه ديالو، بالقيم الاسلاميه ديالو، القيم العربيه، بالنظافه ديالو، باللباس التقليدي ديالو الا بغى يحتفل، الجلباب، البلغار، الطربوش. هذه اناقه دابا العالم يتهافت عليها. متفق معك. شوفي المهرجانات اللي كيديروا على القفطان دابا، في ربوع العالم القفطان المغربي يضربوا به المثل. متفق معك. هو واش كتظن بان هاد العادات وهاد التقاليد اللي كيمثلونا احنا كمغاربه، مثلا الطربوش المغربي الاحمر، داك الجلابه البيضاء والبلغه الصفراء، داك اللباس التقليدي اللي كيمثلنا في العالم، واش كتظن ان الشباب ديال اليوم ما بقاش محافظ عليه؟ ماشي ما بقاش حافظ عليه، خص إشاعة ثقافة العودة إلى اللباس التقليدي الأصيل. دابا حتى اللي غادي يساعد الشباب باش يرجعوا لذاك التراث ولذاك اللباس ولذاك القيم ما كاينش. وبالتالي الشاب كيجيه ساهلة يمشي يقتني سروال ديال الجين،
يا اما يشريه مقطع واما يقطعوا على يديه، كتجيه سالق بلا يمشي يشري جلابه. فهمتي؟ حتى اللي غادي يساعدو وياخذ بيديه ما ناقص، توجيه ناقص في الحقيقه. في هذا الاطار انت مثلا فاش كنتي شاب، شنو النصيحه اللي كنتي تبغي تلقاها مثلا في سن العشرينات اللي كانت تقدر تحدد لك مستقبل اخر باغ اكزومبل؟ هو انا كنشكرك على اللي وجهتي لي هذا السؤال هذا، لان بعد كنقولوا وضعتي صبعك على الجرح. ماشي على الجرح، لا، على واحد المكمن، على واحد البلاصه جد حساسه في التربيه وفي الاخلاق وفي التوجيه، لا سيما في التوجيه من ناحيه الهندام واللباس. ما كانش من حقي نلبس سروال ديال الجين او نشريه، يعني كان الجين بالنسبه لي حلم، كان التوجيه ديال الوالدين ما خصنيش نلبس سروال ديال الجين، فوقاش كان في امكاني حتى خديت الباك ديالي. واش سيتي مال فيو؟ تري مال فيو لواحد الفتره. علاش؟ حيت كنت كتمشي للمدرسه، حيت كنت في واحد المستوى دراسي، ما خصكش تخرج على الاطار لا التربوي ولا الاخلاقي. يعني خصك تبقى دائما في الانضباط. الا كان انت، انا فهمت شنو بغيتي تقول، والا كان انت عندك مثلا واحد النصيحه ولا واحد الميساج توصلوا لهاد الشباب ديال اليوم، شنو غيكون هذا الميساج؟ نصيحتي ما غتكونش لا طويله، وكنتمناها ما تكونش ثقيله على الشباب اليوم، وانه يخدم عقله اكثر، ما يبقاش يتلاح الريح اللي جاي يديه، يحاول يكون شويه عقلاني ومنطقي، ويفكر العاقبه ديال الغد. غدا الا درت هادي شنو هو العاقبه ديالها؟ هل هي عاقبه ايجابيه؟ اذا نتكل على الله ونديرها. كانت سلبيه او فيها الشك نرجع للور ما نديرهاش. واش نقدروا نقولوا في هاد لي كونديسيون ان يمكن الاله ولات اذكى من شباب اليوم؟ الاله ديال التكنولوجيا، لا تكنولوجيا وهي الا بغيتي تقول اذكى، ولكن تسلب الانسان انسانيته وادميته، تسلب منه انسانيته وادميته. يعني التعامل ديال الانسان مع الاله خصو يكون بحذر وفي حدود. فهمتك. دابا باش، حيت هو الحوار جد شيق معك، دونك بور كونكلور غنسولك سؤال الحلقه. انت الا كنتي شاب في هاد الايام ديالنا، في هاد العصر ديالنا، شكون كنتي غتكون؟ شنو كنتي غدير؟ غادي نكون شاب ضمن الشباب ديال اليوم تا انا. كل ما هنالك غادي نحاول شويه نكون منضبط، ونكون داخل الاطار ديال القيم الحميده والاخلاق الحميده كذلك. ونحاول نكون كنمثل البلد ديالي المغرب احسن تمثيل. جميل جدا. سينون الحوار كما قلت لك كان جد شيق معك. شكرا. كنشكرك مره واحده اخرى، وتا الناس اللي خداو الوقت باش سمعوا لينا حتى لدابا، شكرا على التتبع ديالكم. سينون الا عجبتكم الفكره بارطاجيوها، ما تنساوش تابوناو، وحاولوا اوسي تخليو لنا الا كان عندكم شي اقتراحات ولا اراء، خليوهم لينا في لي كومونتير افوا اوت. شكرا والى اللقاء. الى اللقاء. Flip, flop. Make it good. Avoid. ناقشوا افوا، ذكروا افوا، ما فيها باس.